السلام عليكم. ماذا سجل المصري القديم بخطه الذي تركه؟ دي سلسلة فيديوهات هطرحها لك باستمرار. أنا طرحت الحلقة الأولى أو الفيديو الأول عن المعرفة لدى المصري القديم. ده الفيديو الثاني برضو في نفس الموضوع، وتناولت رمز العين، والعين دائما عند المصري القديم تعبر عن المعرفة. هجيب لك بعض الكلمات برضو زي الفيديو اللي عدى، بس كلمات مختلفة بتعبر عن معاني جديدة، من خلالها هنقدر نفهم مدى الأهمية للكلمات التي تركها المصري القديم. تعالوا نشوف. ايه المعنى اللي قدامنا ده بالشكل الرمزي ده؟ منطقة إيرو أو اللي هي اليارو. هم دول أصحاب الرؤية، من لديهم رؤية أو اطلاع أو معرفة. طب دول لو عندهم اطلاع أو معرفة، طبعا هنا مفتوحة، ما فيش مخصص أشخاص متعددين، فتسقط على أي تكوين لديه الإيري، هيصبح إيرو، يعني من رأى، من نظر، من فهم، من أدرك. تترجم في القاموس على أنهم مين؟ شوف الجمال، maker of something. ودول صناع شيء ما أو صناع أي شيء، كل شيء بيصنعوه. ليه؟ لأن عندهم إيرو، عندهم معرفة. شفتوا جمال الخط المصري القديم؟ نشوف كلمة تانية برضو مرتبطة بالمعرفة ونتعلم منطوق جديد في الخط المصري القديم. الحبل الملفوف ده بيعبر عن الضمة أو الواو، الضمة أو الواو. نشوف كلمة تانية. يا ترى ايه قراءة الشكل الرمزي ده وايه معناه؟ يقرأ هكذا: ورد إرى، ورد إرى، أو ورد يرى، ورد يرى. أنا هخليك أنت تقرأها من غير ما أقول لك إيه هي. دي يرى يعني بيشوف، ودي اسمها الورد. ما هي الورد؟ الورد دي العظيمة. لو احنا شلنا تاء التأنيث دي من تحت الطائر ده، وهو ده طائر الأبابيل، ما يقال عنه طائر الأبابيل، اللي هو بيجي موجود في السماء باستمرار، وأطلق أخذوا المصري القديم وسماه العظمة، رمز العظمة. ليه رمز العظمة؟ لأنه دايما بيكون في علو، دايما بيتجنب الأشياء، فهو صاحب عظمة، فخدوا رمز له دايما للعظمة. لو حط له تاء التأنيث دي للعظيم، لو حط له تاء التأنيث تبقى ايه؟ عظمة. فدي عظمة ايه؟ عظمة الإيري، عظمة الرؤية، عظمة القراءة، عظمة المعرفة، عظمة الإدراك، عظمة الفهم. مش صح كده؟ كل فهم، من لديه فهم أو من لديه إدراك أو من لديه معرفة، ألا تصنف تلك المعرفة أنها عظمة؟ فشيء فريد من نوعه، شيء جميل، شيء فيه ابتكار. طيب الأجنبي ترجمها إيه في القاموس؟ قال لك عنها إن هي حورس آيس، حورس آي، أو ساعات قال لك إن هي مون، يعني القمر. طبعا هو متضارب، ما عرفش المصري القديم دماغه ماشية إزاي، لكن احنا عارفين بفضل الله، لأن احنا زي ما قلت لك بفضل الله بلابل الشجرة، نعرف كيف نغرد على شجرتنا ورسنها أبا عن جد في كل المنطقة، مش في مصر بس. فهو قال لك عليها حورس آي، عين حورس، جميل،
تمام كده قريب من المعنى، بس خد هو بمعنى تعبدي، لا ده معنى مطلق عن الرؤية العظيمة أو الإدراك العظيم. حورس كده ليه خدوا المصري القديم خد لك الصقر كحورس، ودايما بيرمز لي ياخد منه العين، لأن شوف أنت الصقر ومميزاته في الانقضاض على الفريسة، بيجمع المعلومات بصورة دقيقة جدا، وبيبدأ ينقض على الفريسة انقضاض سريع فوق ما تتخيل بدقة عالية. الدقة العالية دي جابها منين؟ الأول عينه بتشوف في البعد البعيد، جمعت المعلومات بقيت إيه؟ إري، رأى، شاف، أدرك، فهم، عقل، انقض، نجحت المهمة. فعشان كده المصري القديم خد العين بتاعته ورمز لها بالرؤية الثاقبة، بعين الحراسة إنها بتحرسه. فعشان كده الأجنبي قال لك ده حورس آي، عين حورس، أو مون القمر، ما اعرفش ترجمها ليه كده، بس دي اسمها الرؤية العظيمة أو القراءة أو عظمة القراءة أو القراءة العظيمة أو الفهم العظيم، عظمة الفهم أو عظمة الإدراك. نشوف كلمة تانية برضو في نفس السياق عن المعرفة لدى المصري القديم. الرمز ده مش هخلص منه لأن عليه كلمات متعددة بتشرح لك ماذا ترك المصري القديم، وفي نفس الوقت بيتعلم كل مرة رمز جديد ومعرفة جديدة. يا ترى ايه القراءة هنا وايه المعنى؟ هنا طبعا تعالوا نقرأ زي المعتاد اللي تعلمناه وعرفناه. إيري، ايه معنى الرمز ده؟ ده اسمه المجات، واحدة واحدة وهعرفك. اسمه مجات، لا ده جي كابتن، انا بس بكتب لك بما كتبه جاردنر. مجات يبقى إيري مجات. إيري مجات، واحدة واحدة وأخلي لك المعلومة توصلك بسهولة. الإيري عارفينها، وهو الفهم والإدراك، فهم، إدراك، معرفة، بصيرة، وهكذا كل شيء عن المعرفة. أمال المجات دي هو موضع كتب، هو موضع معلوماتي. هجيب لك كلمة موجودة في القاموس وجبتها في مرة على الصفحة، وهي البرمجات أو البرمجيات. هي البرمجيات موجودة في المصرية القديمة؟ أيوة، ما دي الكلمة موروث حضاري في عربية منذ القدم. كيف تكتب البرمجات أو البرمجيات؟ وهرجع لك أوضح لك دياتي. عبارة عن بيت كده بيعبر عن موضع. ده موضع إيه؟ ده موضع المجات، ده موضع المجات، يعني اسمها مجات. تعال نكتبها باللغة الإنجليزية، وهي مش إنجليزية، هي كله عربية. برمجيات، ده البرمجيات يعني إيه؟ ده موضع معلوماتي. طب ماذا تترجم في المصرية القديمة؟ لايبرري، مكتبة. المكتبة، والمكتبة هي بيت المعلومات، بيت المجات، موضع البرمجيات. هي بر يعني موضع أو بيت أو مكان إيه؟ المجات. يبقى إذن هنا الإيري مجات، كل أنت ما تقرأ وتعرف هيبقى عندك حصيلة مجات، حصيلة معلوماتية هتكون عندك إيري مجات زي البرمجات. هنا موضع المعرفة، هنا رؤية المعرفة أو المعلومات، هنا الرؤية المعلوماتية، الرؤية المعلوماتية، الرؤية المعلوماتية، الرؤية المعرفية. إيري مجات أو يرى بالمجات أو يرى مجات. هتقول لي مجات دي مش عندنا في القاموس بتاعنا. احنا المشكلة مش في القاموس أو المشكلة مش في الكلمات، المشكلة فينا احنا في منطقة الشرق الأوسط. ما سجلناش، ولم نبحث، اعتمدنا على الشوية اللي جايين من الشعراء منذ القدم وخدناهم، والحمد لله بارك الله فيما رزق. زي ما نقول عندنا كده، لما واحد يكون عايز يسعى او ما يدورش او يبحث، يكون ما يحبش البحث او انه يسعى على الشغل كده، بارك الله فيما رزق. طب ما ربنا رزقك وموجود الرزق في كل مكان،
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اتحرك بدماغك وبإيدك وبجسمك وبالحركة أو بدماغك. فهنا المجات هي جزء من كلمة برمجيات، ودي البرمجيات موجودة في الخط المصري القديم، كله سلسلة متصلة بدون انقطاع. شفتوا الجمال؟ ناخد كلمة تانية عن الإري والمعلومات والعين ومدى أهمية العين في الخط المصري القديم في الرموز المصرية القديمة، وبتمثل إيه في المصرية القديمة. هجيب لك كل ملابستها، كل شيء عن العين في الخط المصري القديم. ده لسه، ده احنا معانا يعني عشرات الفيديوهات عشان أشرح لك العين فقط. والله العين فقط، ده لسه باقي الرموز. لو أنا هشرحها لك عايز آلاف الفيديوهات عشان خلص لك الرموز كلها. أنا لسه معاك للعين الآخر. نشوف كلمة تانية ومعنى آخر. يا ترى كيف تقرأ تلك الكلمة وما معناها؟ الكلمة دي لها قراءتين، لها قراءتين، بس في قراءة مشهورة بين علماء المصريات مش هختلف معهم فيها، بس شرط القراءة دي لازم يجي معها شيء معين عشان انطقها بالمنطق ده، وفي الحالتين لها معنى واحد. هطرح لك القراءتين مش مشكلة، والقراءتين دي لهجتين هيدوك معنى واحد. كيف تقرأ في دي في مصر القديمة؟ زي ما احنا هنقول هنا إيري، دي اسمها الماء، الماء هتبقى إيري ماء، إيري ماء. طبعا في المصرية القديمة في القاموس وبين علماء المصريات دي بتنطق اسمها الماء، وهو التدقيق في الشيء. في حالة التدقيق أنت هتحصل على معرفة جديدة. هنا أنا برضه هفسرها لك بالمعرفة الجديدة، ما اختلفناش. دي الإيري ماء. الماء في المصرية القديمة معناها الجديد، وهتروح للقاموس تلاقيها كده نيو. نيو الرمز ده المنجل ساعات بيجي بمعنى نيو الجديد، لأن ده مكتشف. المنجل ده بيكتشف، بيجيب لك كل جديد بيجمعه. فهنا ده الإيري ماء، وهي المعرفة الجديدة، وهي برضو ماء. وماء تكتب هكذا، هرجع لك تاني ليها واشرحها لك وايه اصلها عندنا في الحالتين. ماء وإيري ماء بننطقها لغايه دلوقتي في مصر. يا ما انا هقول ماء، في حاله ماء هكتبها كده، هتكتب كده. انا عايز اكون دقيق في الرسمه علشان الدقه تقعد زي ما هي. دي ايه؟ ده المنجل، وبعد كده عندك تحت رمز العين. هنا عشان انطقها ماء بيديك وراها 2 طائر عقاب. 2 ايه؟ طائر عقاب. معلش رسمي سريع. بيديك وراها 2 طائر عقاب، دي اسمها ماء. ماء ماء أي دقق، دقق النظر، قرأ بتركيز، قرأ بتدبر، رأى بتركيز، رأى بتدبر. طيب هنا الإيري ماء أي الرؤية الجديدة، وكل تركيز بيديك رؤية جديدة. يعني أنت لو تدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ إن تدبرت فأنت في حالة ماء، أنت في حالة الإيري ماء، الرؤية الجديدة. عندنا في مصر بنقول على النظرة الثاقبة للشيء ماء فيه كويس، أو ماء عينيه فيه. يعني بص ركز فيه تركيز شديد، بس ده تركيز معرفي. في عندنا مقولة أخرى بنقول على الشخص اللي هو بيعمل الشيء بمهارة، نقول يا ابن الإيه ده ابن إرمة، ابن إيه؟ إرمة. وفي لهجة أخرى نقول ابن هرمة، لا مش ابن هرمة، هي ابن إيري ماء، يعني ابن صاحب رؤية جديدة. والابن يعني منتسب إلى، الابن منتسب إلى. فالشخص ده اللي عمل المهارة دي أو الميكر ده اللي هو الصنعة دي هو ابن إرمة. يعني إيه؟ يعني صاحب رؤية جديدة. عشان كده ورانا إيه؟ ورانا جديد، خلينا نشوف كل جديد. فده الإيري ماء،
وتترجم في القاموس على أنها سي، فهم، أدرك، عرف. وتترجم في القاموس على أنها سايت. سايت يعني رؤية، يعني مشاهدة، بصيرة، لماح. وده الماء وده الإرما ابن الإرمة. تعال أجيب لك الإرما ده في حالة شخص، بيديك وراها مخصص شخص جالس. وازاي ده انا هطول لك في الكلمه دي شويه عشان متشعبه شويه، اجيب لك كل ملابساتها. طبعا الماء هتلقاها متعدده في القاموس واشكال متعدده في الرسومات، لكن يبقى المعنى واحد والمنطوق متقارب. المهم دور انت على المعنى. اصل في كلمات مختلفه في الشكل وفي المنطوق في المصري القديم، حتى في العربيه كده. ربنا جبنا في القران كده على فكره كلمات مختلفه في المعنى في المنطوق ومختلفه في الشكل، لكن المعنى متفق في كل الحالات. والامثله متعدده في كتاب الله، مش وقته اجيبها لك. طب انا في كلمه بقول لك معايا عن شخص جالس كده، مديك كلمه كده اهي، وده هقول لك يعني ايه. وراه شخص جالس في حاله كده جلوس، تمام، وايديه في حاله استعداد كده. ده اسمه ايه؟ سير. السير ده وساعات تيجي بشكل اخر بيحط لك ممكن هنا عين، بس عشان الناس المتزمته المتعصبه دايما لراي معين، وده المشكله بنواجهها في كل مكان في كل علوم عندنا في منطقه الشرق الاوسط فقط. عشان كده احنا محلك سر. بتيجي ساعات معاها رمز العين بس تختلف الكتابه شويه وبيختلف الشخص. بديك شخص جالس وايده للفم، اكتبها لك عشان ابقى خلصت بالمره اهو. هنا وهنا تحتيها معاها ايه؟ العين. وهنا شخص جالس كده وايده لبقه ودي وراه. ده اسمها ايه برضو؟ ما إرى او ما إري. الماء جديد يرى، ده صاحب الرؤية الجديدة. ده صاحب الرؤية الجديدة. ده شخص يدقق. قول مقق برضو ينفع. ده شخص بيمقق، بس بيمقق في ايه؟ بالكلام في حديثه، أي صاحب رؤية جديدة في الكلام، صاحب رؤية جديدة أو تدقيق في كلماته. ده بيتحدث، شخص جالس بيتحدث، موجودة في القاموس. كل ما طرحته عليك موجود في القاموس. فده السير. ده السير. مين هو السير ده؟ ده العراف، ده المتنبئ، ده صاحب الرؤية المستقبلية. يبقى ده اللي هو مين؟ ده ابن الإرمة. ده اللي هو الإرمة أو الماء، أو من لديه كل جديد، من لديه كل جديد. ودي برضو عشان أفهم ناس وخليها تجرب لها العملية شوية. دي ممكن تلقاها في آخر مقطع من هامان. يلا ضفت لك كلمة تاني، آخر مقطع في كلمة هامان. كلمة هامان هجيبه لك هامان ومعناه ايه، وكتبته في الخط المصري القديم. دي كده انا وصلت لاخر الفيديو اللي هو رقم 2. الفيديو رقم 2، لسه 3 و4 و5 لغايه ما نخلص رمز العين عند المصري القديم، العين الواحده. وساعات بيجيب لك العينين الاثنين جنب بعض، دي ليها معنى اخر، ليها معنى اخر مختلف برضه هنجيبه لغايه ما نخلص العين عند المصري القديم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.